يوسف ان هو كان ابن سيدنا يعقوب، ان اخواته ما كانوش بيحبوه وخدوه عشان يقتلوه، ولكن واحد من اخواته قال لهم نرميه في البير احسن وحد ياخده ويبقى عبد مثلا، نرميه في البير احسن وحد ياخده احسن ما نقتله. ففعلا رموه في البير، وبعدين بعد كده الناس طلعوه وبعدين بقى عبد. ولكن ربنا رفع مكانته واصبح عزيز مصر. حلمه اللي كان حلمه وهو صغير في النهاية. هو ايه الحلم ده؟ حلم ب 11 كوكب، والشمس والقمر كانوا ساجدين ليه. طبعا سيدنا يعقوب قال له ما تحكيش الحلم ده لاخواتك ابدا، لان اخواته منه ويغيروا منه. خلصنا معاكم برنامج حكاية ورواية، واتمنى ان يكون البرنامج عجبكم جدا، وانتظرونا باذن الله في برامج كتيرة جاية، وسلام.